السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده باذن الله هنعمل شويه تفريزات بسيطه كده بقى بمناسبه ان رمضان خلاص فاضل له اسبوع واحد. فمش هينفع ان نكون نايمين في الخط كده كتير، لازم كده نقوم نجيب حاجتنا ونفرزها. نفرز على قد الفريزر بتاعنا، مش لازم نجيب كميات كبيره. هي تنجز معانا وقت كبير في رمضان، وهتريحنا من تفكير هنعمل اكل ايه النهارده والكلام دوت. هتريحنا منه، وكمان هتريحنا من نزول السوق. هي حاجات بسيطه بقى، انتوا هتحسوا ان هي حاجات قليله، بس هي فعلا بتنجز معانا. هنفرز الكرنب، هنفرز الطماطم، وكمان السبانخ اول مره افرزها معاكم، وكمان الخضره بتاعه المحشي. فهم حاجات بسيطه كده. وورق العنب، ده طبعا وقته دلوقتي ب 40 جنيه في السوق تقريبا، فدوت الوقت المناسب اللي انت تجيبيه في رمضان، لان في رمضان ممكن يوصل ل 100 زي رمضان اللي فات كده. فاحنا نجيبه من دلوقتي ونفرزنه، هيوفر علينا وقت في رمضان، وكمان هيخلينا نعدي الفتره بتاعه استغلال البياعين اللي هم بيغلوا فيها الطماطم والكرنب والحاجات دي، بيغلوها في اول رمضان، لان طبعا كل عزومات مصر بيبقى فيها اول يوم دوت محشي. فاحنا بنجيب الحاجات ديت عشان نتفادى الاستغلال بتاع اول رمضان، وكمان ان احنا نوفر وقتنا، لان احنا لسه بادئين الصيام، لسه مش متعودين عليه قوي. فبالنسبه لنا الموضوع مرهق ان احنا ننزل السوق ونرجع نعمل الاكل واحنا كلنا كده صايمين. فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما نبدا انزلوا بسرعه كده اعملوا لايك، واعملوا متابعه للصفحه، ولو انتوا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب للقناه. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دي الطماطم اهيت، بس قبل ما دي حله كبيره ستانلس كبيره. قبل ما اعمل فيها الطماطم عملت فيها الكرنب، سلقته الاول وغسلتها وحطيت فيها الطماطم. بتاخد معايا كميه كبيره، ممكن تاخد 10 كيلو، هما دول فعلا 10 كيلو. غسلتهم بقى كويس جدا وقطعتهم صوص كده، وكمان هحط عليهم كوبايه ميه زي ما هتشوفوا اهوت. هنحط عليها ميه مش كتير، تمام. دي كوبايه ميه كبيره. طبعا زي ما انتوا شايفين الطماطم مش حمرا قوي، هي مش للدرجه اللي كنا موضحاها، بس هي مش حمرا قوي. فهنشوف هنعمل فيها ايه مع بعض عشان تحمر. بس هنسيبها الاول تتسبك او تغلي بمعنى اصح، وهرجع لكم تاني. ده الكرنب اهوت، سلقاه نص سلقه، عشان طبعا هو لسه هيتحط في الفريزر، فلو اتسلق سلقه كامله هيتهري في الفريزر. احنا بسيبه بس كده في الميه دقيقتين واطلعه. بس مش هقطعه دلوقتي، هغسل السبانخ والخضره ان هما يتصفوا، وبعد كده هقطع الكرنب. دي السبانخ اهو، دول كيلو ونص سبانخ، نضفتهم كويس. ولما بنيجي نقطع ما بنقطعش المنطقه دي كلها، بنقطع بس الحته اللي فوق، عشان لما نيجي نخرطها تتخرط معانا بسهوله، وديت يعني ما تترميش اصلا. تمام. يبقى احنا هنعمل الكرنب بعد ما نغسل اسمه ايه، السبانخ. والسبانخ دي اول مره اجربها فيها. دول كيلو ونص، هعملهم على 3 اكياس. وطبعا هنعمل معاهم كزبره، بس انا مش جايبه الكزبره لسه، فهعملها مره تانية. هعمل مثلا كيس كبير كده من الكزبره، بحيث ان انا كل ما اجي اعمل اخد منه شويه. فاول مره اجرب السبانخ، هي تخزينها زي الخضره بالظبط، نخزن الخضره على طول. فهنغسلها ونقطعها، بس لازم اهم حاجه نسيبها تتصفى كويس هي والخضره، عشان لو ما صفتش كويس ودخلت في الفريزر فيها ميه هتسود. شايفين دي الخضرة هي جايبة لكل كرنباية ب3 جنيه خضرة. شايفين طبعا هي الكاميرا مبيناها مصفرة، لكن هي صفحة. وشايفين الورقة بورقتها هي مش جبلانة خالص. فجايبة ب6 جنيه، يعني ب3 جنيه لكل كرنباية. تمام. هغسلهم بقى برضو كويس قوي، وهغسلهم كذا مرة لحد ما المية متبقاش فيها اي رواسب، وهسيبهم يتصفوا عشان نقطعهم. شايفين السبانخ اهيت اتغسلت كويس جدا، وهسيبها بقى تتصفى خالص قبل ما اخزنها. وبالمناسبه الكيلو ونص دولت كانوا ب10 جنيه، كيلو ونص ب10 جنيه. والكرنبتين دولت كانوا 25 جنيه. فانت هتعملي حاجات كتير، وفي نفس الوقت الميزانيه قليله، وهتوفر عليكي وقت في رمضان. يعني مثلا انت تعملي 3 اكلات لو انتوا فردين زينا، وديت مثلا اكلتين 3، كمان الاكل هتقضي يومين. فهتقضي يعني هيوفر معاكي ايام يعني. وكده كده انت هتخزني الطماطم وهتخزني كمان الخضره، فيعتبر اكله المحشي جاهزه على العمايل. وهو دوت اللي بيسهل اكله المحشي عليا، ان انا مش بستصعب المحشي خالص، بسبب ان انا هعمل تسبيكه وهحشيه وخلاص وهيستوي. فاهمين؟ غير لما تعملوا بقى كل حاجه في نفس اليوم بيبقى فعلا ارهاق، وما بيطلعش زي ما بيكون مثلا انت بتعمليه على رواقه او كده. وده نص كيلو من ورق العنب برضو بجيبه وبرصه. طبعا بيبقى في اول رمضان غالي جدا، انا دلوقتي جايبه نص كيلو دوت ب20 جنيه.
بيبقى في اول رمضان غالي جدا، فمحدش بيجيبه في اول رمضان، فانا بجيبه قبلها وبخزنه. طبعا نص كيلو دوت هيقضي مثلا عزومتين في اول رمضان، وبعد كده في نص رمضان بيكون هيدي شويه، فبجيب مثلا كيلو تاني واحطه بنفس الطريقه. هنحطه ازاي بقى؟ هنشيل العناقيد دي منه كلها وهنرصهم حوالين بعض او نرصهم فوق بعض، بحيث ان هما لما نيجي نطلعهم من الفريزر نسلقهم على طول، ولما نيجي نلفهم ما يغلبوناش، ما يبقوش كله كده راكب فوق بعضه زي ما انتم شايفين. هوريهولكم في النهايه شكلهم عامل ازاي. شايفين الطماطم بدات تغلي اهو، الميه بتاعتها بتزيد، عشان كده ما نزودناش ميه كتير. تمام، هنسيبها بقى تتسبك خالص عشان القشره بتاعتها تطرى، وهرجع لكم تاني. وكمان غسلنا الخضره اهيت، يعني غسلنا السبانخ وغسلنا الخضره، وهنسيبهم هما الاتنين يصفوا. ده الكرنب اهو خلاص قطعته، واللي في النص دي العروق، وديت اخر حته في الكرنبايه، يعني اخر قطعه ما مش بفصصها، بخليها كده بتتحشي بقى طعمها حلو. خلاص هندخل بقى نخرط السبانخ. كده السبانخ اتقطعت اهيت، مخدتش منها وقت خالص، اسهل بكتير من الخضره، يعني هي طريه فما بتاخدش وقت خالص. ودي كمان الخضره قطعناها. تمام، وده ورق العنب زي ما قلت لكم، بجيب ورقه كبيره زي دي كده ماشي، وبقطع كل العيدان اللي هي في ورق العنب وبلفه حوالين الواحده دي، شايفين لحد ما توصل للاخر كده اهو، زي ما انتوا شايفين اهو. ده صف وده كمان صف اهو ماشي. كل الصفوف دي عملت النص كيلو وقطعت العنق بتاعته، وهحط كل ربع كيلو في كيس. تمام، والخضره دي برضو هنصصها بحيث ان كل كيس نص، يعني كل كيس هيتعمل لكرنبه واحده، فهعملها نصين. ودي السبانخ دي هعملها على 3 اكياس عشان 3 وجبات. والكرنب زي ما قلت لكم انا سبته اهو في مصفى عشان يصفى وينزل الميه اللي فيه كلها قبل ما احطه في الفريزر. ما ينفعش نحط اي حاجه في الفريزر بالميه بتاعتها. ودي الطماطم اهيت سايباها تبرد، اتسلقت كويس والقشره بتاعتها طريت، وهنسيبها بقى تبرد كويس جدا، وبعد كده نضربها في الخلاط وهوريكم الخطوه. شايفين اهي السبانخ عملتها على 3 اكياس زي ما انتوا شايفين، ونحاول على قدر الامكان نشفط الهواء عشان ما ينشفش الحاجه. شايفين انا شفطه الهواء خالص منها وفرداها عشان ما تاخدش مكان في الفريزر. دول اللي عملوا 3 اكياس عشان هما كيلو ونص. وده الكرنب عشان ما كانش عندي شنط كبيره فحطيته في اكياس، فهو خد 4 اكياس. وحطيت اللي هي البطه بتاعه الكرنبايه والعروق حطيتهم على كيسين عشان زي ما قلت لكم اعملها على مرتين. وده ورق العنب حطيته برضو على كيسين وشفطت منه الهواء خالص زي ما انتم شايفين. ودي الخضره على كيسين. لسه بقى الطماطم هنضربها في الخلاط كويس وهنحطها في الاكياس. ممكن بقى نصفيها وممكن ما نصفيهاش براحتنا. لو احنا هنعمل بقى محاشي والكلام دوت وطبيخ وكده ممكن ما نصفيهاش، بس ممكن نصفي شويه على جنب لو هنعمل مكرونه، الحاجات اللي هي بيبان فيها الايه البذور بتاعه الطماطم وكده. شايفين دي اللهم بارك الطماطم، شايفين هي حمرا بس طبعا عشان الفلاش والاضاءه وكده. دولت عملوا حوالي 30 كيس وهم 15 كيلو، فالكيلو فيه نص كيلو، الكيس فيه نص كيلو بعد ما يتسبك، يعني هو كيلو الكيس الاكله. وخلي بالنا واحنا بنفرزه نخلي كده الكيس نربطه من اخره كده عشان لما يجي يتحط في الفريزر يتحط كده متساوي فما ياخدش مكان. شايفين هيتحط، وكمان لما يجي يفك هيفك معانا بسرعه عشان هيبقى السمك بتاعه حاجه صغيره كده اهو. ومثلا ممكن مثلا لو احنا هنعمل محشي او اكلة محشي نحط كيس في كيلو، او نطلع كيسين من الفريزر براحتنا جدا. انا بحب اعمل الكيس كلها صغيره، ولو هعمل اكله بتحتاج طماطم كتير فبنزل كيسين يفكوا يعني. وزي ما قلت لكم لما بنحطهم رفيعين كده بيفكوا اولا معانا بسرعه، وكمان ما بياخدوش وقت ولا مساحه، ما بياخدوش مساحه في الفريزر خالص. فالطماطم بتبقى منجزه جدا جدا بالذات في وقت رمضان، ان احنا مبنقعدش بقى نضرب ومش عارفه ايه والكلام ده، لا هي دوبك مثلا بنحمر البصله وبنحط عليها الطماطم وكده تبقى الاكله بتاعتنا اتعملت. فاللي بيفكر يجيب طماطم وعنده مكان يعني يحطها فيه فيجيبها، هتنجز معاه وقت كبير قوي. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا خلصت. طبعا مرضيش اطول عليكم عشان زي ما قلت لكم كل ده عملناه مع بعض، عاملينه مع بعض قبل كده، فاللي عايز يدخل على طريقه معينه يدخل عليها يا اما على القناه يا اما هنزلها هنا على الصفحه.
فعشان ما اكونش الفيديو كان لو انا عملته بقى بخطواته وكده كان هيبقى طويل جدا، فانا حبيت اوريكم بس عشان اشجعكم. يعني تصويري عشان اللي ما يعرفش يعمل حاجه يعرف يعملها، واللي كسلان يتشجع، واللي ما عندوش همه يعمل كده زي يرمي الكسل. انا صراحه بقالي اسبوعين ما بعملش اي حاجه خالص، فقلت لا لازم بقى اقوم اشوف الشقه واشوف الحاجات اللي هخزنها. هي مش هتكمل حتى رمضان، هي لحد مثلا اول اسبوعين في رمضان او كده. بس هتنجز معانا وقت كتير ان شاء الله. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعملوا شير، المشاركه بتخلي الصفحه تتشهر اكتر. فاعملوا شير واعملوا تعليقات كتير، بقرا كل تعليقاتكم وبفرح جدا بالناس اللي مهتمه وبتعلق، وبفرح جدا بالناس اللي بتستفيد من الفيديو فعلا. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.